لصالح المصري. طارق الصاوي ويفتح اللعب في اليمين لعلي السعيد وبيلعبها حلوه وخطر لمصطفى ابو الدهب وبيشوط مصطفى ابو الدهب. مصطفى ابو الدهب بعد 18 دقيقه 1-0. بقول لك لسه الكوره خطر بيشوطها مصطفى ابو الدهب قنبله على الارض جوه الجول. 1-0 لصالح المصري. 1-0 بعد حوالي 18 دقيقة. كورنر لصالح النادي المصري وهيلعبها طارق الصاوي. واتلعبت على طول. احمد مصطفى بيلعبها بطوع من يوسف حسين. بيجيب الجول الثاني المشاي 2-0 لصالح المصري بعد ربع ساعة. 2-0 للمصري. 2-0. وايمن منصور راجع واسماعيل واسد نصار ونبيل وطاهر. اصبحت الفاولات في الحته دي زي البنالتي. وطاهر وبيشوط كوره حلوه وطاهر جول. يعيد اكتشاف نفسه ويحقق المكسب للنادي الاهلي في مشهد دراماتيكي غريب. لسه بقول لحضراتكم ان في مرحله المطبات الصعبه. اهو الشوط طاهر ابو زيد والكل حلو وايمن شوقي صاحب الكلمه العليا والمتحدث الرسمي ايمن شوقي لهجوم النادي الاهلي النهارده مؤكد نجوميته في متابعه التفريط التاريخيه. طارق رامي التماس محمد سعد اسامه قاضي محمد رمضان بيلعبها على طول. الجول الاول للنادي الاهلي. الكره الاولى من اسامه رامي عاليه يطير محمد رمضان ويلعبها بجنب ونهاب يحطها على الشمال. حسين السيد وتمشي الخط جوه الجول. يتقدم النادي الاهلي بهدف بعد مضي حوالي 11 دقيقه. ملعب يوسف عن الاهلي بدا يدفع الفرقعات لما الكوره بعيده خالص. هنشوفها مره ثانيه اهو. قدر الخط الرابط بيلعب عاليه يطلع والنتيجه يتقدم فيها النادي الاهلي. والنتيجة 1-0 لصالح نادي الزمالك. واللي جاب الجول أيمن منصور. اتلعب الأوت على طول وتاني عالية وحسين السيد وجوه الجول. جوه الجول. جول 1-1. معلش نلعب برضه ولسه بدري. اوتو موزيس بلدي هولندا، وخصوصا ان هولندا مع السعوديه في نفس المجموعه بتاعتها. يعني طبعا عمود عظيم جدا من استاذنا الكبير عبد المجيد نعمان، ويعني رساله وضربه حره غير مباشره على حسين السيد. مسكوا الكره وسابها ومسكها تاني.
يعني برضو هنقول اخطاء يجب الحراس الكبار ما يقعوش فيها ابدا. نقول تقدير الحكم هل هو كان قاصد يرجعها او لا، وهل كان في تعمد او لا، وكرة وخطرة جوه الجول، يا خبر ابيض، جوه الجول، جون 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 تريحة من احمد الكاس لهيثم فاروق نمرة 5. هل هو كان قاصد يرجعها او لا، وهل كان في تعمد او لا، وكرة وخطرة جوه الجول، يا خبر ابيض، جوه الجول، جون 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 تريحة من احمد الكاس. محمد عبد الجليل ابراهيم مره ثانيه على حدود المنطقه وضرب ابراهيم وشوطها. ابراهيم حسن. محمد عبد الجليل ابراهيم مره ثانيه على حدود المنطقه وضرب ابراهيم وشوطها. ابراهيم حسن. جول ابراهيم حسن. جول ابراهيم حسن وهياخد انذار. عبد الجليل يوسف، محمد يوسف برجله الشمال ويفوت من الشيشيني وهيعمل بالعرض. ثاني عبد الجليل، محمد رمضان في 3 للنادي الاهلي مقابل 6 للزمالك. رمضان وبيعملها اوفر وعبد الجليل كلمة مرسومة، هدف مرسوم جدا الحقيقة. اوفر عبد الجليل قابلها في الزاوية البعيدة عكس اتجاه حسين الشاذلي. محمد عبد الجليل هنشوف مرة ثانية اهو عكس مباراة اليوم. وتقول ايه عن مباراة اليوم للجمهور؟ الشوط الثاني الحمد لله عملناه امتياز الحمد لله. الشوط الاولاني طبعا ما كانش بالمستوى اللي احنا كنا عايزينه، بس الحمد لله قدرنا نلم نفسنا الشوط الثاني ونعمل مباراه الحمد لله جيده. شكرا كابتن. شكرا. مشاهدينا الاعزاء سنقترب من كابتن حسين السيد حارس مرمى نادي الزمالك، ولفتة طيبة بتجمع بينه وبين كابتن احمد شوبير نجم النادي الاهلي وحارس مرماه. روح طيبة من كابتن احمد شوبير وايضا من كابتن حسين السيد ليخرجا معا من المباراة بعد ما تعرض له كابتن حسين السيد من اهتزاز نفسي عقب نتيجة مباراة اليوم. مش قادر اوصف لحضراتكم شكل الجمهور هنا عامل ايه. كل الجمهور واقف في استاد بورسعيد فرحانين بالجول اللي جابه احمد ابراهيم. اهي قنبله من مسافه بعيده جدا. كرة اهو ورا بنلعبها لجنبر الناحية دي، بيلعب كرة بالعرض وحاسب هوبا مش ممكن. انا لسه بقول حاسب 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 حاسب. ياه ليه كده؟ ونشوف بقى دلوقتي بيلعب واقع من الزمالك اهو، واحد شايفها جوه الجول. الجانب الاخر وفي فاول عبد الله وبران شايفه لما الكوره هو اللي راح يلعب الفاول واربع دقائق شوفوا جمال غير جمال يلعبها جمال يلعبها جمال ويتابعها على طول. شوف جمال
يا بشار عبد الله، معاك الهويدي، فين لعبها الهويدي؟ لعبها الإنجاز الهويدي، هجمة الهويدي وينفرد وجول حاول فيها والسيد لبشار تبعه جول الله وتضيع تضيع. شوف هذه الدفعة الأولى جاسم يحصلها من أمام حارس المرمى لعبها وقد ابتدت أيضا من حسين السيد لبشار حاول فيها، وهذا المدير الفني عبد الله وابراهيم راح يرفع الضربة ركنية لمنتخب الوطن. كرة اللعب 1 للكويت لا شيء نص ومضى 23 دقيقة من زمن الشوط الأول وضربة ركنية في اللعب. دوخي لعبها تكاد تصل وتحتاج الى متابعه، ارتدت من العارضه. نظم اليوم شوف هذه عاده بالبطيء باعتزال باسل عبد النبي، شوف ارتدت ما حدش السيد الى جاسم الهويدي وبلنتي ضربه جزاء على حارس المرمى حسين السيد. وانذار ايضا وانذار. شوف بشار مررها تمريره سليمه وشوف الهويدي خذاها فعلا عرقلها في 18 97 جول. وبتخش جوه المرمى زي ما بقول لحضراتكم ان الطول مهم جدا لحراس المرمى والمدافعين. وبتخش جوه المرمى زي ما بقول لحضراتكم ان الطول مهم جدا لحراس المرمى والمدافعين، وحطينا في موقف صعب جدا. الجول اللي جابه بوكوليرا مش باين لنا الحقيقه مين اللي جاب الجول هنا. طارقي برضه نفس اللعبه جول. مش ممكن يا جماعه، مش ممكن. ضربتين ركنيتين والجول الثاني كوره مش ممكن. يعني الكوره بتلعب وبيتابع وبيحطها. طبعا الجمهور سائر وجمهور نادي الزمالك وليه حق دقيقة 33 وبنفسه. صنع الزمالك يعوض الزمالك. الجول الاولاني كان جول الجول الثاني. ضربة الجزاء دي كانت جابهم بتاع خالد الغندور حرام كده. هو دفاع ولا خط نص الزمالك، الدفاع بتاعه خط نص بايظين خالص. انا مش عارف ايه اللي بيحصل في نادي الزمالك دون. نادي الزمالك حاسم حرام يعني اللي بيحصل ده احنا كده يعني مش عارف اقول ايه. يعني نتخانق مع اللعيبه نموتهم مش هينفع. انا عارف اللعيبه دي واللعيبه كلها اصحابي مش قادر اغلط في حد. الفرقه وحشه وربنا يسهل الشوط الثاني نتحسن شويه ان شاء الله ونقدر نجيب جول واثنين وثلاثه، لان فرقه زامبيا مننا. اللي بيحصل ده حرام عشان جمهور الزمالك، حرام بجد. يعني اللي بيحصل معانا ده حرام والله العظيم حرام. ان شاء الله 4 كويسين. فاشل في مصر فريق الزمالك ولا فريق مصر عمره حصل مهزوم 2-1 على ارض مصر. اللعيبه ما بتأديش الواجب، ما فيش اداء، ما فيش روح. مجلس الاداره لازم يظبط اموره لان الوضع ده سيء ومش على الزمالك بس، ده بيسيء الكره المصريه عالميا. حسين السيد وهادي جوه الجول. الله الجول الاول في الدقيقه 15 ونص من بدايه اللقاء بيحرزه هادي خشبه باعصاب هادئه يحسد عليها على شمال حسين السيد. تبقى 1-0 في الدقيقه 15 ونص من بدايه اللقاء. تحمر طبعا المدرجات بعد هذا الهدف. مره ثانيه من ناحيه الشمال ياسر ريان، ارضيه حسام حسن وحسام حلوه جوه جول. الله ايه يا ابني ده؟ ايه ده يا ابني ده؟
الجول الثاني للنادي الاهلي من قذيفه مدويه على يمين حسين السيد في المقص اليمين في الدقيقه 19 من الشوط الاول. مش معقول ياسر ريان ماشي وحسام حسن ويلم حسام من زاويه ميته جدا يحط قذيفه مدويه على يمين حسين السيد 2-0. مفاجاه كبيره جدا، هدفين في دقيقتين من هادي خشبه وحسام حسن. يا نهار ابيض، حسن هادي خشبه وداخل هادي وجول جول جول 3-1. حسين السيد رايح